يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى عامله لكم اكله حلوه قوي وخفيفه وسهله كده وسريعه وما خدتش وقت خالص، ولا اقف في المطبخ كتير في الحر ده. احنا عايزين في الفتره اللي احنا فيها دي بقى، الصيف دخل علينا، عايزين اكلات كده تكون خفيفه وتكون سهله وسريعه كده، ما نقفش فيها بالساعات في المطبخ. يعني نص ساعه كده نكون خلصنا الغدا ونكون مجهزينه، ويكون غدا حلو ويفتح النفس كده ان شاء الله، وكل حاجه تطلع من ايديكم زي الفل. بصوا بقى، معانا صينية الكفتة دي بالبطاطس من كمية لحمة صغيرة. هنعمل يعني مش محتاجين بقى لحمة كتير والكلام ده، لا هنعمل من كمية صغيرة ببركة ربنا ان شاء الله هترمي معانا كمية حلوة. بصوا بقى، البطاطس بتاعتنا دايبة والكفتة متماسكة، ولا اتهرت ولا اي حاجة، ومستوية من جوه، وطعمها مش قادرة اقول لكم. والصوص بقى كده سيبناه لما تسبك وتقل، حاجه كده مش قادره اقول لكم، مع شويه رز ابيض كده وشويه بقى سلطه، شويه مخلل. بصوا الاكله كده تبقى مش ناقصها حاجه. يا رب كده الوصفة تعجبكم وتكون خفيفة. معانا بقى كمية اللحمة المفرومة دي على حسب اللي متوفر عندك، ربع كيلو، نص كيلو، أقل أكتر، ده براحتكم خالص. هنحط عليها بيضة، وهنحط عليها كده بصلاية حلوة مفرومة. أنا حاطة نص حمرة على بصلاية حمرة على نص بصلاية بيضة، ومعلقة كده من الخضرة المشكلة كانت متفرزة في الفريزر، ما كانش عندي يعني فريش، ومعلقتين كده من البقسماط، ومعلقة ملح، ومعلقة فلفل اسود. انا مش هحط اي توابل تانية خالص. وجربوا بالتوابل البسيطة دي من الملح والفلفل، وشوفوا الكفتة بتاعتكم هتطلع طعمها عامل ازاي. هنخلط كل المكونات مع بعض. البيضة هتديها كده هشاشان حلو، وهتخليها طعمها حلو برضو، هتزود القيمة الغذائية بتاعتها. حاجة كده مش قادرة اقول لكم، يعني حتى في الكفتة العادية انا ما بعملهاش غير بالطريقة دي، وبتطلع حلوة جدا، ولا بحط بيكنج باودر ولا اي حاجة. حابين تحطوا اي اضافات تانية براحتكم خالص. بصوا بقى، اتسمرت كده مع بعضها، هسيبها يعني 10 دقايق في التلاجة. وهتطلع معانا. بصوا، لا هتفك ولا هتعمل اي حاجة خالص، وهتشوفوها معايا. بصوا، طرية وجميلة وملمسها حلو. بصوا الجمال بتاعتها، ناعمة وجميلة جدا يا جماعة، والله جربوا الوصفة، حلوة قوي وسهلة. هنغلفها بقى بالدقيق، يعني هنكورها كده على الدقيق على طول، وهنغلفها كده بالدقيق. بصوا الجمال بتاعها. انا عملتها للامانه على ما جهزت كل الحاجات، على ما جهزت حاجه صينيه البطاطس، حطيتها في التلاجة قيمه 10 دقايق، على ما خرطنا البصل وضربنا الطماطم وقشرنا البطاطس، حطيتها العشر دقايق دول في التلاجة. هنزل كده بمعلقتين من الزيت، ومعاهم حته زبده كده حلوه، انا حاطه زبده بلدي، هتخلي طعمها حلو، هتطعمها بتطعيمه حلوه. مجرد ما الزبده مع الزيت كده يسخنوا، هنزل عليهم بكرات الكفته بتاعتنا، هنديهم تشويحه كده وتحميره. بصوا بقى معايا، لا هتفك ولا بصوا ولا هيحصل لها اي حاجه ولا هتتهري. بصوا جميله جدا، متماسكه جدا. البيضه مع معلقتين البقسماط بيدوا بيخلوا قوامها حلو وقوامها متماسك، وفي نفس الوقت الطعم كمان بيبقى جميل جدا. بصوا بحركها ومفيش اي حاجه هتفك ولا اي حاجه اهي. العجينه بتاعت الكفته اتعجنت كويس جدا، دي من اهم برضو الحاجات اللي عشان الكفته بتاعتنا ما تفكش مننا، ان هي تتعجن كويس جدا. سواء بقى هنعملها في كبه او هنعجنها على ايدينا، لازم تتعجن يعني 5 دقايق كده، نقعد نعجن فيها لحد ما كل المكونات تدخل في بعضها، وتبقى كده مظبوطه تمام. هتطلع معانا بالشكل ده، هتقلبيها يمين وشمال وشمال ويمين، ولا هتفك ولا هيجرى لها اي حاجه. تحفة. ولسه كمان لما هتتحط على الصوص بتاع البطاطس بقى كده، وتشرب منه كمان، هتتماسك اكتر، هتبقى خطيرة. بصوا، اطلعها بقى كده على جنب خلاص بعد ما خدت التحميرة الحلوة دي. هشيلها على جنب، وفي نفس الحلة اللي انا كنت بحمر فيها او الطاسة، على نفس المادة الدهنية بتاعتنا، هنزل ببصلاية كده مفرومة، تتشوح تشويحة حلوة. صينية بطاطس بقى عالمية بجد، ما فيهاش افتكاسات، ما فيهاش اضافات، ما فيهاش حاجة، بس خطيرة. هنزل كده بفصين 3 من التوم مقطعاهم شرايح. بصوا بقى، شموا الريحة هنا بقى، يعني شموا الريحة بتاعت البصل مع التوم، حاجة كده مش قادرة اقول لكم على الجمال والحلاوة بتاعتها، تحفة. البطاطس بتاعتنا بقى انا غسلتها وصفيتها، هننزل بقى يعني مع الخلطة بتاعت البصل والتوم، نشوحها برضو كده تشويحة تاخد من طعم البصل والتوم. وبرضو توابلنا بسيطة، انتوا اللي متابعني واللي متابع الفيديوهات هيعرف ان انا بحطش توابل كتير، بس الاكل بيطلع بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة كده تحفة. معلقة من الملح، نظبط الملح بقى بتاعنا كده، معلقة من الملح. وكل اللي هنحطه فلفل اسود، ملح وفلفل اسود، ورشة كده برضو نص معلقة من الكمون،
بتدي طعم حلو وتست عالي كده مع البطاطس، بتبقى طعمها حلو. ورشه صغيره جدا من البابريكا، مش هحط اي توابل تانية، هي رشه صغيره خالص من البابريكا، نص معلقه كمون، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه ملح، نظبط الملح بتاعنا على حسب الرغبه. ونشوح كده مع بعض الحاجات دي كده، ونكون ضاربين لنا شفشق طماطم بقى كده حلو، ونحطه عليه ونسيبها تاخد غلوه. مش هنسويها على النار، هي بس مجرد ما تاخد غلوه كده الطماطم تبدأ تدخل في التسبيكة، هنقفل عليها النار على طول على البوتاجاز. خلاص هي اتسبكت معانا كده، خدت غلوتين، هنحطها بقى في البايركس بتاعنا. اي صينيه، يعني اي صينيه، مش شرط حاجه معينه، احنا بنحط في بايركس عشان يعني بيبقى شكلها حلو في التقديم. ما تحتاجيش ان انت تغرفي من طبق لطبق يعني او كده، لا بنحط الصينيه في وسط السفره او ايا كان بناكل على ايه، وباللي عايز بياخد في الطبق بتاعه، فبتبقى برضو توفير للاطباق وتوفير لوقفتنا على الحوض وغسيل المواعين والحاجات دي. فاحنا بنحاول يعني نوفر في كل حاجه. بصوا بقى رصينا صينيه الكفته بتاعتنا، بصوا بقى الكميه عملت قد ايه. هي كانت ازيد من ربع كيلو شويه، يعني اقل من النص وازيد من الربع، فعملت معانا كميه حلوه قوي من غير اي اضافات. يعني هتلاقوا يعني ما حطيناش غير معلقتين بقسماط لا يذكروا، فهتبقى الطعم بتاعها لحمه صافي، طعمها حلو جدا. بس اللهم بارك اللهم بارك، بترمي معانا كميه حلوه قوي. وبنكورها ما بتكشش كتير برضو، يعني الامانه معلقه البقسماط مع البيضه ما بتخليهاش تكش كتير الكفته بتاعتنا. بالمنظر اللي انتم شايفينه ده بقى هنغلفها وهندخلها في الفرن تتسبك كده وتتشرب الصوص بتاعها وتتحمر وتطلع بقى معانا حاجه كده اللهم بارك يعني. اهم حاجه ان احنا نغلفها، يعني نغطيها سواء بغطا سواء بفويل او اي حاجه علشان تكمل البخار بتاعها، البطاطس تستوي واللحمه الكفته بتاعتنا تكمل التسويه بتاعتها وتتشرب الصوص كده وتطلع لنا حاجه كده، يعني ناكل صوابعنا وراها زي ما بيقولوا. بس خلاص كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هندخلها الفرن، هتطلع بقى معانا بالطريقة وبالشكل الخطير ده. الكفتة اتحمرت والصوص كده اتشرب وصينية البطاطس استوت، يعني حاجة كده تحفة. لو عندك عزومة ممكن برضو هتبقى حلوة جدا وموفرة وهتشرف كده في وسط السفرة، حاجة كده جميلة جدا. اكله طعمها حلو بجد، جربوها والله، مش بقول كده ان هي حلوه خلاص، لا بجد الاكل طعمها حلو جدا. يعني متظبطه لدرجه ان هي تفتح النفس قوي، اللي ملوش نفس الاكل أي مجرد ما هيدوقها هياكل منها حلو قوي. جربوا الطريقه وان شاء الله تعجبكم. البطاطس فيها كده دايبه، والكفتة مستوية وشاربة بقى من طعم الصوص اللي هو بتاع البطاطس، والتوابل بتاعتها اللي احنا خفيفة جدا بس عاملة فيها تيست عالي قوي. جربوا الأكل يا جماعة بتوابل خفيفة، هتحسوا بفرق طعم جدا وهتحسوا بطعم الأكل نفسه. بصوا بقى معايا قد ايه البطاطس دايبة والكفتة متماسكة ومستوية في نفس الوقت، حاجة كده تحفة والله. كانت أكلة حلوة قوي وعجبت كل اللي كل منها. يا رب ألف هنا وشفا على اللي هيعملها وياكلها، وألف هنا وشفا علينا جميعا يا رب. مع حبة رز بقى بشعرية أو رز أبيض أو تتغمس بالعيش تحفة، يعني مع شوية طبق سلطة كده، شوية سلطة خضراء، أكلة حلوة جدا. ما خدتش مننا وقت طويل ولا افتكسنا فيها، حاجة بسيطة من كميات بسيطة عملنا أكلة حلوة، عملنا غدا حلو. يا رب الفيديو كده يكون خفيف عليكم ويعجبكم، وأتمنى يا رب ينال رضاكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، ويجعل كل الأكل اللي بتعملوه يعني في بق اللي بياكله زي السكر. مع السلامة.